خبر صادم صراحة. أماندا ستيفيل تترك نيوكاسل، أسباب غامضة. يعني أنا قرأت الخبر بالإندبندنت، بالجارديان، بالسن، ما حد كتب السبب، ما حد ذكر ليش تركت النادي منصبها، يعني ليش تركته هو زوجها مهرداد القدوسي. أماندا اللي هي الرئيس التنفيذي للبايز تمتلك، يعني هو زوجها 10% من اسهم النادي، صارت بعدين 6% لما استحوذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي الشمالي. أسهم كانت 80% الصندوق الاستثمار السعودي، وهم كانوا 10 صاروا 6، والحين نسبة الاستثمار السعودي راح تزيد. يعني ما حد يعرف يعني ليش الحين تركت النادي، ما أدري، أسباب غامضة. 3 سنوات مع نيوكاسل ضمت سمسار صفقات مدرب إيدي هاو ولاعبين مثل برونو جومانيش وكران تريبير. ومن سنة 2021 لما السعودية اشتروا نيوكاسل وهي تدافع عن السعودية وعن نيوكاسل، يعني ليش إن السعوديين موضوع حقوق الإنسان وموضوع الانتهاكات يعني حتى المحاكم، ويقولون بأن دارين إيلز راح يحل مكانها الحين، راح يكون مسؤولياتها كلها تتحول له. أنا والله أتمنى نيوكاسل التوفيق بالأخير، وهو نادي يمتلكه، يعني دولة خليجية تمتلكه، فأقل شيء إن نتمنى له الخير على الأقل. أنا ما أحب نيوكاسل وما في ميول، يعني أنا أشجع نادي جنوبي بورسموث، وهذا نادي أقصى الشمال، فماكو ترابط ولا حتى قرب مسافة يعني. لكن بالأخير بالتوفيق لنيوكاسل، وبالتوفيق لهم بعيدا عن أماندا.